بسم الله الرحمن الرحيم على كل اخواتنا حبايبي. طبعا في بدايه الفيديو اعمل اشتراك في القناه واعمل اللايك وصلي على النبي في الكومنتات وادعي لاخواتنا. وتعالوا مع بعض، معانا اخبار كثيره جدا. تعالوا اقول لكم فرق بين النادي الاهلي، فرق بين النادي الزمالك. طبعا النادي الاهلي امبارح الكابتن محمود الخطيب رشح لرئاسه النادي الاهلي وفاز برئاسه النادي الاهلي هو والقائمه بتاعته بالكامل. فده الفرق بين النادي الاهلي والفرق بين النادي الزمالك. النادي الاهلي راح من الاعضاء 11786 شخص راحوا امبارح النادي الاهلي عشان يصوتوا لقائمه الكابتن محمود الخطيب والجمعيه العموميه. ده الفرق بين النادي الاهلي والنادي الزمالك، لان نادي الزمالك وقت ما عمل جمعيه عموميه كان المفروض يروح 4000 شخص اقل حاجه، اللي راح هناك حوالي 700 شخص. يعني بمعنى ان اداره الزمالك او جماهير الزمالك والاعضاء في نادي الزمالك مش راضيين على القائمه اللي موجوده او الاداره اللي موجوده، والناس اللي موجوده بالاعضاء مش راضيين على وجود الكابتن حسين نبيل في القائمه بتاعته، وعايزين القائمه دي تمشي نهائي. الفرق امبارح ان لما تشوف الاعضاء في النادي الاهلي بيرحبوا بوجود بالناس كلها، بتشوف ان في طريقه حب بين الكابتن محمود الخطيب والاستاذ خالد مرتجي والاستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ وابراهيم العمري فاروق. طبعا بتشوف حب الناس امبارح في الجمعيه العموميه في انتخابات رئاسه النادي الاهلي امبارح في النادي الاهلي. لما تشوف الناس بتستقبل الكابتن محمود ازاي، لما تشوف الاستاذ خالد مرتجي اللي هو المفروض كان ترشح لنائب رئيس النادي بس ما فرقش معاه ان هو يكون نائب رئيس النادي، سبق الاستاذ ياسين منصور. اهم حاجه مصلحه النادي الاهلي، اهم حاجه قوه النادي الاهلي. المنصب بالنسبه له مش هيفرق معاه كتير، المهم النادي الاهلي يكون موجود في المرتبه الاولى. فده الفرق بين النادي الاهلي والفرق بين نادي الزمالك، عكس نادي الزمالك نهائي اللي بيحصل فيه مشاكل كتيره بالعديد من المشاكل. الناس عملت جمعيه عموميه، ما حدش راح الجمعيه العموميه غير 700 شخص. الناس مش راضيه على الاداء في نادي الزمالك، عشان كده ده الفرق بين النادي الاهلي والفرق بين نادي الزمالك. الخبر اللي معانا كمان رسميا يانيك فيريرا خارج نادي الزمالك، بمعنى صح قالت يانيك فيريرا رسميا النهارده نادي الزمالك طلع بيان رسمي رحيل فيريرا عن الفريق. ده بسبب سوء النتائج الفتره اللي فاتت وسوء اداء الفريق وسوء التشكيل. طبعا كان موجود امبارح في المباراه بتاعه نادي الزمالك جون رضوى، وشاف التشكيله وشاف التغييرات وشاف اداء المدرب، ما لقيش اي مستجدات. ليه؟ طبعا هجوم كبير جدا من جمهور الزمالك وهو خارج من الاستاد بيقولوا له انت ايه اللي جابك؟ انت موجود ليه؟ انت مين سلطك على نادي الزمالك؟ انت جاي عشان توقع نادي الزمالك. فطبعا ده عمل مشكله عند جون رضوى، واتفق هو الكابتن حسين نبيل بالاجماع ان رحيل فيريرا خلاص. طب مين اللي هيبقى موجود الفتره دي؟ هيبقى موجود الكابتن احمد عبد الرؤوف، هيبقى مدرب النادي الزمالك الفتره دي. مدرب طبعا هيكون مباراه طلائع الجيش، وبنسبه كبيره هيكون هو اللي قائد مباراه كاس السوبر امام بيراميدز. طيب لو الزمالك صعد للنهائي برضه هو اللي هيلعب في النهائي قصاد ايا كان من الاهلي او سيراميكا كليوباترا. يعني الكابتن احمد عبد الرؤوف هو اللي مكمل في تدريب نادي الزمالك في الفتره المؤقته بعد رحيل يانيك فيريرا. طب نيجي لنقطه كده بسيطه بالنسبه ليانيك فيريرا. فيريرا دلوقتي ماشي، طيب فيريرا اللي اكتشف في شرط جزائي في العقد سنه. طبعا الناس اللي كانت بتتكلم وتقول لك طيب كولر، وان كولر ازاي العقد بتاعه يبقى شرط جزائي سنه ودي فلوس دوله ودي. طيب ما هو العقد اصلا الشرط الجزائي ليه؟ يعني فيريرا الشرط الجزائي سنه زيه زي فيريرا. هل انت عندك متوفر ان انت تدي فيريرا المبلغ كامل او ان انت تدي فيريرا المبلغ؟ مين هيتحمل الفلوس دي؟ هل هيبقى في قرض جديد الفتره اللي جايه؟ هل ميزانيه الزمالك اللي هتتحمل او خزينه الزمالك اللي هتتحمل عقد فيريرا او الشرط الجزائي، ولا هتتحمله خزينه من خزائن الدوله؟ طيب النادي بالنسبه للنادي الاهلي حل المشكله مع كولر بان هو يديله اربع شهور، لان المدرب جاب بطولات مع النادي الاهلي وجايب افريقيا وخد دوري وخد سوبر، خد بطولات مع مين؟ ايه اللي قدمه فيريرا عشان ان انت تقدر تنزل من العقد بتاعه والشرط الجزائي بتاعه؟ ده طبعا لسه هنسمعه في الاخبار اللي جايه. طبعا بعد رحيل فيريرا لسه هل المدرب الجديد مين؟ لسه ما نعرفش. الزمالك لسه ما استقرتش، بتقول عوده جوميز هيكمل
احمد عبد الرؤوف هيكمل، لسه مش عارفين ايه المستجدات اللي هتحصل في نادي الزمالك. نيجي معانا الخبر كمان اللي هو مين بقى؟ الكابتن مصطفى عبده. طبعا قال انا كنت موجود في النادي الاهلي في انتخابات الكابتن محمود الخطيب، وقعدت مع الكابتن محمود الخطيب والاستاذ ياسين منصور بسبب الوضع اللي بيحصل في النادي الاهلي، بسبب فرقه الكوره والوضع في الفريق مش عاجب مين الكابتن مصطفى عبده. قال انا اتكلمت مع الكابتن محمود الخطيب والاستاذ ياسين منصور، وفعلا هم كمان مش عاجبهم وضع فريق النادي الاهلي، ومش عاجبهم